معقداكي وما بتستويش بسرعة والله زي البط. ارمي البلح في شوربتها العتاقي هتبقى برابر. تعالى اقولك بقى تعمليها وتسويها ازاي. هجيبي طبعا الفراخ العتاقي دي اللي هي كبيرة شوية وبتاخد وقت في التسوية، بس يا جماعة طعمها زي البط بالظبط. بشيل الجزء اللي ورا ده اعزكم الله بكل اللي محتوياته عشان نقضي على الزفارة. بين الافخاد كده من جوه هتشيلي الكلوة، واي شعر ابيض موجود هتبتدي تشيليه. بصي كل ده لازم يتشال. بصوا ده البيض بتاعها اللهم بارك، بتبقى اكله زي العسل. القوانص لازم تجرديها كويس، اطراف الجناحات برضو شيليها. كل النظافه دي بتساعد في طعم الشوربه يبقى تحفه. بصي هبتدي دلوقتي بقى اعمل لها محلول النقع، الملح والسكر والليمون والجنزبيل مع شويه دقيق كده، وابتدي افركها واسيبها كده ربع ساعه على الاقل في المحلول ده. التتبيله بتاعتها بصل، حطيت عليه فلفل اسود وكمان شويه من الحبهان البودر، وهبتدي كده اتبلها كويس وبين الجلد وجوه. التتبيله دي كده مرته بسيطه بتخليها حلوه قوي. دلوقتي بقى هنجيب الفراخ بعد ما نكتفها، وفي معلقه سمنه بسيطه كده هنبتدي نديها صدمه. بعدين بقى هتحطي البوكيه جرنيه بتاعك، الطماطم والبصل والجزر والحبهان والورق اللورا. شيلي لو في اي ريم زياده، وانزلي بقى كده بثلاث اربع حبات من البلح او نوى البلح. البلح بيسرع تسويتها. في طريقه كمان تانية انا بحبها، بديها غلوه من بالليل نص ساعه واسيبها في الشوربه. الصبح بقى بديها نص ساعه تسويه وبتكون مستويه وزي الفل. حمريها بالسمنه البلدي وعملنا جنبها كشك، بقولك زي البط. الف هنا.